كلنا طبعا عارفين العادي بتاع الشقق والدوبلكسات والفيلا، بس في عالم كبير ما بين الحاجات دي كلها. في مثلا الاي فيلا، ودي بتبقى شبه الدوبلكس، بس الفرق انه العماره تقريبا بتبقى مكونه من 4 اي فيلا، 2 بجاردن تبقى ارضي واول، وعندنا 2 بروف بتبقى تاني وتالت. فده بيبقى الاي فيلا، بيبقى فيه سكان اقل في العماره، بيبقى فيه برايفسي ان كل واحد ليه المدخل بتاعه والجراج بتاعه، وبتبقى من الحاجات المميزه جدا طبعا، واعلى شويه من الدوبلكس. بس طبعا مفيش حاجه زي الفيلا. الفيلا بيبقى ليك ارض مستقله لوحدك، وبتبقى طبعا اعلى من الاي فيلا بكتير. فانواع الفيلل عندنا التاون هاوس، وده بيبقى اقل سعر في الفيلل لانه بيبقى 3 فيلل او اكتر ملتصقين في بعض. الابجريد والاعلى منه بيبقى التوين هاوس، وده بيبقى فيلتين بس ملتصقين في بعض، بيبقى مساحه الجاردن اكبر، واحيانا بتبقى مساحه المباني اكبر كمان، وبرايفسي اكتر لان انت ليك جار من ناحيه واحده بس. لو احنا بنفكر في التوين هاوس، ممكن برضو نفكر في التاون هاوس كورنر، لانه بيبقى نفس مميزات التوين هاوس بالظبط بس بسعر اقل. واخر حاجه، ودي اعلى حاجه في اي عقار واعلى حاجه في الفيلا المستقله او الفيلا الستاند الون. الفيلا الستاند الون مالكش اي جيران لازقين فيك، المبنى كله بيبقى بتاعك لوحدك، الارض بتبقى بتاعتك لوحدك، بتبقى عاده مساحتها كبيره، بس دي بتبقى دايما اغلى حاجه في الفيلل. ده ملخص عن انواع العقارات المختلفه. لو انتوا عندكم اي اسئله سيبوها لي في الكومنتس.